لا انا بطرحه على حماده هيما وزير الداخليه. الحرب لا تتجزأ يا وزير داخليه مصر، الحرب في جميع الاتجاهات، وانت تعلم شديد العلم ان اهم اسلحه هذه الحرب، حرب الجيل الرابع للحروب، هي السيطره التامه على جميع وسائل الاعلام، والسينما احدى هذه الوسائل. إن كنا بالأمس نهاجم أصحاب القنوات لأنهم تركوا قنواتهم أدواتا في إسقاط مصر، ثم بعد أن علموا الحقيقة المرة قاموا بضبط إيقاع قنواتهم من أجل مصر. وهذا ما أتابعه في الأيام السابقة من خلال التحول الوطني في عدد من القنوات الفضائية. كان بعيدا عنا تجار الثقافة، وكان بعيدا عنا من يتآمرون على مصر في ثقافتها ويجعلوا من صناعة الثقافة سلاحا مدمرا يدمر شباب هذه الأمة، ثم يمتد تطاولهم على مصر فيستخدمون الأفلام في تدمير الصبية ما بين سن 10 و14 سنة. مأساة، مأساة أيها الشعب الفتي، مأساة أيها الشعب الأسد، أقدم شعب في الأرض. أنت الشعب الذي تعلم منه العالم الحضارة والعلوم والطب والفلك والإدارة، واليوم من بين أبنائك جهلاء يدمرون الأمة ويدمرون شبابها ويدمرون فتيانها وفتياتها لصالح العدو الصهيوني الماسوني الأمريكي الإمبريالي الإسرائيلي العالمي، اللي هي في كلمة واحدة بني إسرائيل. إن رجال بني إسرائيل في مصر يخترقون الأفلام السينمائية لكي يصنعوا خيالا ويصنعوا وهما وإيحاء لدى الشباب ولدى الصبية، لكي يكونوا للأسف وللأسف الشديد منحرفين، فتظهر جوانب الانحراف، ويبدأ الانحراف ليتحول إلى سلوكا تعاني منه الأسرة مع أبنائها.